بيبدأ الفيلم باختراق إلكتروني لمقر المخابرات البريطانية وسرقة كل المعلومات عن العملاء السريين اللي في المخابرات. فبيروح كوبر مدير المخابرات لرئيسة الوزراء وبيقول لها اللي حصل، فبتنصدم من كلامه وبتروح مقر المخابرات وبتعرف إن كل الملفات اللي تخص العملاء السريين اتسرقت بشكل كامل، وبيكون اللي سرقها هاكر غير معروف. فبتطلب من كوبر يعين حد من العملاء عشان يحقق في الموضوع ده ويقوم بالقبض على الهاكر ده. فبيقول لها إن كل المعلومات بتاعت العملاء اتسرقت، وبالتالي الهاكر هيكشف هوية العميل السري وهتفشل المهمة. فبتقول له يعين عميل سري قديم يكون ساب الوظيفة دي من زمان ومعلوماته اتمسحت من على السيستم. في الوقت ده بنشوف شخص اسمه جوني بيدرب أطفال على شغل العملاء السريين وازاي يخترقوا أي مكان من غير ما حد يحس بيهم. وبعد ما بيخلص التدريب بيكلمهم عن مهاراته كعميل سري سابق وازاي كان بيقدر يحل أي قضية بذكائه، ولكن بيكون واضح إن هو مش ذكي ولا حاجة. وبنشوفه وهو بيقع في فخ عمله بنفسه، وبنكتشف إن جوني بيشتغل مدرس جغرافيا وكان عميل مخابرات سابق واترفض أكتر من مرة بسبب غبائه الشديد، ولكن ده ما أثرش عليه ومازال بيحب شغل العملاء السريين. تاني يوم بيدخل مدير المدرسة على فصل جوني وما بيلاقيهوش، ولما بيمشي بيظهر جوني من على الحيطة عشان يوري الطلبة بتوعه أسلوب التخفي والتمويه، وبعدها بيعلم الطلبة بتوعه شغل العملاء السريين زي التخفي وفك القنابل والهروب. وبيخلص اليوم الدراسي وبيتفاجئ جوني بجواب استدعاء ليه من المخابرات البريطانية، فبيفرح جدا بالجواب ده وبيروح بسرعة لمقر المخابرات عشان رغبته من زمان إن هو يرجع لشغل المخابرات. ولما بيوصل المقر بيقعد في غرفة الانتظار وبيكون معاه مجموعة عملاء سريين، فبتيجي السكرتيرة وبتوزع عليهم ورق وبتطلب منهم يمضوا عليه. فبيطلع واحد من العملاء قلم شكله غريب جدا وبيقول ان غطا القلم ده فيه قنبله، ولو تم فك الغطا من القلم وما رجعش مكانه في خلال 20 ثانيه القنبله هتنفجر. فبيتراهن العملاء انهم يمضوا بالقلم في خلال 20 ثانيه قبل ما القنبله تنفجر. فبيبدا واحد من العملاء وبيمضي بالقلم بسرعه وبينجح في الرهان، وبعدها بيدي القلم لجوني عشان يمضي، ولكن ما بيعرفش يفتح القلم وبيقع الغطا في كوبايه قهوه ومحدش من العملاء بياخد باله. فبياخد جوني الكوبايه وبيخرج من الاوضه عشان يخرج الغطا قبل ما القنبله تنفجر، وطبعا العملاء ما بيكونوش عارفين حاجه. فبيطلع الغطا من الكوبايه وبغبائه الشديد بيرمي الغطا في الاوضه اللي فيها العملاء، فبيقفل الباب على العملاء عشان ينقذ نفسه. فبيجي كوبر مدير المخابرات وبيدخل الاوضه وبيلاقي كل العملاء فاقدين الوعي، فبيكذب عليه جوني وبيقول له انهم نايمين. فبيتجاهل كوبر كلامه وبيقرر يعين جوني عشان يكشف الهاكر اللي اخترق مقر المخابرات البريطانيه. فبيوافق جوني على المهمه وبيقول له ان هو عاوز معاه بوف المساعد القديم بتاعه. فبيروحوا المكتب بوف اللي بيكون سعيد جدا لما بيشوف جوني بعد مده طويله، وبعدها بياخدهم كوبر لقسم الأسلحة عشان يزودهم بالأدوات اللي هيستخدموها في المهمة. فبياخد جوني موبايل حديث وبيقول له خبير التقنية المسؤول عن القسم إن الموبايل ده فيه قنبلة ذاتية بتتفعل لو داس على زرار التشغيل لمدة دقيقة. وبدون سبب بيتريق جوني على الموبايل وبيقول له إن هو عاوز سلاح حقيقي. فبيحاول بوف إن هو يوضح لكوبر مدير المخابرات إن جوني مش عاوز ياخد الموبايل عشان الهاكر بيتحكم في أي تقنية حديثة، وبالتالي ممكن يفجر القنبلة اللي في الموبايل في أي وقت. وبنفهم إن جوني عميل غبي جدا وإن بوف المساعد بتاعه هو اللي دايما بيحل القضايا بذكائه. فبيقتنع كوبر بكلام بوف وبياخد جوني مسدس بدل الموبايل وبيمشوا، وبعدها بيروحوا عشان يختاروا عربيه يتحركوا بيها. فبياخد جوني عربيه موديل قديم ما فيهاش اي تقنيه وبياخدوا معدات معاهم، وبيتحرك جوني وبوف عشان يبداوا المهمه. واثناء ما كانوا في العربيه بيراجع بوف المعدات اللي اخدوها معاهم، وبيقول لجوني انهم لازم يروحوا لندن لان الهاكر اللي اخترق المخابرات كان في فندق هناك. وبعد شويه بيوصلوا للفندق وبيجيب بوف قايمه بكل النزلاء وبيلاحظوا شخص في الجيش وعنده خبره في الالكترونيات، فبيقرروا انهم يراقبوه وبيتنكروا في زي جرسونات وبيخططوا يسرقوا الموبايل بتاعه. فبيروح جوني للشخص ده وبيعمل نفسه بينظف وبيسرق الموبايل، ولكن فجاه بيرن الموبايل فبيرتبك جوني وبيديله الموبايل وبيعمل نفسه لقاه على الارض. وبعدها بيطلب منه زبون تاني في المطعم انه يطبخ له وجبه جمبري، فبيحاول جوني يقلد جرسون قدامه بيطبخ للزباين ولكن بيفشل وبيحرق الاكل، وده عشان يلفت نظر كل الزباين اللي في المطعم ويخليهم يركزوا معاه. فبيستغل بوف في الوقت ده انشغال الزباين وبيسرق الموبايل، وبعدها بيمشوا من المطعم وبيفتحوا الموبايل وبيبداوا يدوروا على اي دليل. فبيلاقوا صوره لصاحب الموبايل قدام سفينه فرنسيه، وكالعاده بوف هو اللي بيكتشف كل حاجه وبيقول لجوني ان الصوره دي اتاخدت يوم اختراق مقر المخابرات البريطانيه، وانه اكيد السفينه دي بتاعه الهاكر، وان هو استخدم الواي فاي بتاع الفندق عشان ما حدش يقدر يكشف ان مكان الاختراق كان في السفينه. فبيقرروا انهم يروحوا للسفينه عشان يقبضوا على الهاكر. في الوقت ده بتكون رئيسة الوزراء بتتفرج على برنامج لملياردير خبير في التكنولوجيا واسمه جايسون، وبيكون بيتكلم عن اختراعه التقني وهو برنامج بيخليه يتحكم في الأجهزة عن بعد. فبتطلب رئيسة الوزراء من السكرتير بتاعها ان هو يكلم جايسون ويحدد معاه ميعاد عشان تقابله. وفجأة هنا بيجي كوبر مدير المخابرات البريطانية وبيقول لها ان الهاكر اخترق مقر الجيش البحري، فبتتضايق من كلامه وبتسأله اذا كان جوني اكتشف الهاكر ولا لا. في الوقت ده بيوصل جوني وبوف للسفينة وبيكونوا لابسين لبس تخفي وبيستخدموا جزمة مغناطيسية عشان يقتحموا السفينة
السفينه من غير ما حد يحس بيهم، ولكن فجاه بيشتغل جهاز الانذار وبيتم اكتشافهم. فبتيجي واحده اسمها اوليفيا بتأمر رجالتها انهم يقبضوا عليهم، وبالفعل بيقبضوا عليهم وبيحبسوهم في اوضه صغيره ما فيهاش اي منفذ. فبيكتشف جوني ان معاه قنبله صغيره وبيفجر باب الاوضه وبيهربوا، وبعدها بيدخلوا اوضه فيها اجهزه ارسال اشارات، فبيتاكدوا ان السفينه دي بتاعه الهاكر. فبيحط جوني جهاز تتبع عشان يعرف مكان السفينه لما تتحرك، وبعدها بيخرجوا من الاوضه بسرعه عشان يهربوا. فبينط بوف في البحر، وقبل ما جوني ينط هو كمان بتيجي اوليفيا وبتهدده يسلم نفسه، فبيتغزل جوني بجمالها عشان يشتتها، وبعدها بينط في البحر وبيكون واضح على اوليفيا ان هي اعجبت بيه لانها ما قتلتوش. تاني يوم بيراقب جوني السفينة وبيقول لبوف المساعد بتاعه إن أوليفيا هي مفتاح القضية، وإنها ممكن تكون الهاكر اللي هما بيدوروا عليه. فبيتجاهل بوف كلامه وبيقول له إنهم لازم يحطوا بنزين للعربية عشان العربية ما تعطلش منهم. فبيقول له مش ضروري لأن العربية دي استهلاكها للبنزين قليل. وبالصدفة بيشوفوا أوليفيا وهي خارجة من البحر وبتركب عربية وبتمشي، فبياخدوا عربيتهم وبيروحوا وراها عشان يراقبوها. فبتشوفهم أوليفيا وبتزود السرعة، فبيحاول جوني يطاردها، ولكن فجأة بنزين العربية بيخلص، وكالعادة بتفشل الخطة بتاعته بسبب غبائه، وده لأن بوف قال له انهم لازم يحطوا بنزين للعربيه ولكنه رفض. وفجاه هنا بتيجي اوليفيا وبتعبر له عن اعجابها بيه وبتساله عن اسمه، فبيقول لها اسم مستعار ومش حقيقي، وبغباء شديد بينسى الاسم اللي قاله لها. فبتدي له اوليفيا ميعاد عشان يتقابلوا ويتعرفوا على بعض اكتر، وبتسيبه وبتمشي. في الوقت ده بيروح كوبر مدير المخابرات لرئيس الوزراء، وهو بيقول لها ان الهاكر اخترق اجهزه المرور وقفل كل اشارات المرور في شوارع لندن، فبتطلب منه يتصرف ويحل الموقف بسرعه. وبيجي السكرتير بتاعها وبيقول له ان جايسون خبير التكنولوجيا اللي طلبت تقابله مستنيها بره. فبتروح رئيسه الوزراء عشان تقابل جايسون وبترحب بيه، فبيعتذر لها عن التاخير وبيقول لها ان لندن زحمه جدا النهارده. فبترفض رئيسه الوزراء تقول له موضوع الهاكر، وبتقول له انهم بيواجهوا مشكله في اشارات المرور وانهم هيحلوها باسرع وقت. فبيستخدم جايسون الموبايل بتاعه وبصفته خبير في التكنولوجيا بيقدر يخترق نظام المرور بسهوله، وبيكتشف ان في هاكر بيسيطر على كل الاجهزه، وبيقدر يتخلص من سيطره الهاكر من على نظام المرور وبيحل المشكله بسهوله. وبعدها بيقول لرئيسه الوزراء ان الموضوع سهل بالنسبه له ويقدر يوقف اي اختراق. على الجانب الاخر بيرجع جوني وبوف للفندق مره تانية، وبيروح جوني عشان يقابل اوليفيا وبيحاول يستدرجها عشان يعرف منها اذا كانت هي الهاكر ولا لا. فبيتعرفوا على بعض اكتر وبيسالها كانت بتعمل ايه في السفينه، فبتقول له ان صاحب السفينه دي يبقى صديقها وكانت رايحه عشان تقابله. وبيجي الجرسون وبيقدم لهم شمبانيا وبيشربوا مع بعض. وبعد شويه بتعتذر اوليفيا لجوني وبتقول له ان هي مضطره تمشي. فبيجي بوف وبيساله قدر يعرف منها حاجه ولا لا، فبيقول له ان هي شخصيه مرحه وذكيه وان هي اكيد بريئه وملهاش علاقه بالهاكر. فبيقول له بوف ان هو فتش اوضتها ولقى فيها اسلحه وثلاث جوازات سفر باسماء مختلفه، وده معناه ان هي جاسوسه. وكالعاده بيظهر جوني غبائه الشديد كعميل سري، وبيقول له ان هي مستحيل تكون جاسوسه وانها اكيد بتستعمل الاسلحه دي عشان تحمي بيها نفسها. فبيبقى واضح يعني ان جوني معجب بيها جدا. في الوقت ده بتيجي مكالمه لاوليفيا من شخص مجهول، وبيأمرها ان هي تقتل جوني عشان مهمتها الاساسيه ما تفشلش. وبنكتشف ان هي بتشتغل جاسوسه روسيه. وبيجي الليل وبيرجع جوني لاوضته وبيكون عنده ارق شديد جدا بسبب الشمبانيا اللي شربها ومش عارف ينام منها. وبتكون اوليفيا واقفه ورا باب الاوضه وبتجهز سلاح عشان تقتله، فبياخد جوني حبايه منوم عشان يحاول ينام. وبعدها بيخرج فجاه على اوليفيا وبيخبطها في الباب من غير ما يلاحظ، وبتقع على الارض وبتفقد الوعي. وبنكتشف ان هو بسبب غبائه ده اخد حبايه منشطه بدل حبايه منومه. وبعدها بيروح للبار اللي في الفندق وبيقعد يرقص بطريقه هستيريه بسبب الحبايه. وبعد شويه بتستعيد اوليفيا وعيها وبتروح ورا جوني عشان تقتله، فبتستخبى ورا ستاره عشان ما يكشفهاش، ولكن بتلاقيه بيتحرك كل شويه وبتكون مش عارفه تصوب مسدسها ناحيته. فبتقرر ان هي تقتله بطريقه تانية، وبتروح ترقص معاه وبتحاول تخنقه بحبل مخفي في الساعه بتاعتها. وبيكون جوني مش مركز في اي حاجه، فبيمسك دراعها وبيقلبها على الارض وبتفقد الوعي للمره الثانيه. وطبعا جوني بيكون مهايبر بسبب الحبايه المنشطه اللي هو اخدها، وبيكون مش مدرك لاي حاجه بتحصل. وبيفضل جوني يرقص بطريقه هستيريه لحد ما بيطلع النهار. فبيجي بوف المساعد بتاعه وبيقول له ان السفينه بتاعه الهاكر صاحبها هو جايسون اللي ساعد رئيسه الوزراء وحل مشكله اختراق نظام المرور، عشان كده لازم يرجعوا لمقر المخابرات ويحذروا رئيسه الوزراء لانها هتعمل معاه مفاوضات وتخليه يشتغل معاها. فبيتحركوا بسرعه جدا لمقر المخابرات البريطانيه، ولما بيوصلوا بيسالهم كوبر مدير المخابرات عن اخر التطورات. فبيحاول جوني ان هو يتكلم، ولكن فجاه بيروح مفعول الحبايه المنشطه وبينام. فبيوجه بوف كلامه لكوبر وبيقول له انهم اكتشفوا السفينه اللي فيها اجهزه الارسال اللي بيستخدمها الهاكر، واكتشفوا ان الهاكر هو جايسون وهو السبب في اختراق كل الانظمه في بريطانيا. فبيتفاجئ كوبر بكلامه وبيقول له ان جايسون بيشتغل مع رئيسه الوزراء وما ينفعش يوجه له اي اتهام من غير دليل.
فبيقول لبوف ان جايسون بيحاول يكتسب ثقة رئيسة الوزراء عشان ياخد صلاحية للوصول لكل الاجهزة في بريطانيا ويقدر يسيطر على كل اجهزة التكنولوجيا. وبعد شوية بيفوق جوني وبيروح مع بوف لخبير التقنية عشان يدوروا على طريقة يقتحموا بيها بيت جايسون ويعرفوا اسراره. فبيقول له خبير التقنية ان هو اخترع جهاز محاكاة لعالم افتراضي هيخليه يشوف كل حتة في بيت جايسون، ومن خلاله هيعرف المداخل والمخارج بتاعة البيت عشان لو قرر يقتحمه. وبعدها بيشرح له بوف ان في جهاز للمشي عشان يتحرك في العالم الافتراضي من غير ما يخرج من الأوضة، وان الجهاز ده ليه زرار للقفل والفتح. وبعدها بيمشي بوف وخبير التقنية عشان يجيبوا شوية معدات، وبسبب فضول جوني الشديد بيلبس نظارة العالم الافتراضي عشان يشوف بيت جايسون. فبيحاول يدوس على الزرار بتاع جهاز المشي، ولكن بغباء شديد بيدوس في مكان غلط وبيتحرك في الأوضة. وبيدخل جوني في العالم الافتراضي وفي نفس الوقت بيتحرك في العالم الواقعي، فبيخرج من مقر المخابرات البريطانية وبسبب غبائه بيعمل كوارث. فعلى سبيل المثال بيدخل جوني في العالم الحقيقي لمكتبة وبيكون شايف نفسه في العالم الافتراضي جوه بيت جايسون، واثناء ما كان في البيت بيضرب واحد، ولكن في العالم الحقيقي جوني بيضرب شخص وهو مش مدرك باللي بيحصل. وبعد ما بيخرج من المكتبة بيروح لمحل مخبوزات والناس بتكون شايفة ومستغربة اللي بيعمله. فبيشوف في العالم الافتراضي شخص قاعد على كرسي ومعاه سلاح، فبيحاول ياخد منه السلاح، ولكن في العالم الحقيقي بيكون ماسك في ست كبيرة قاعد على كرسي متحرك وبياخد منها الاكل اللي معاها وبيزقها في الشارع. وبعدها بيخرج من المحل وبيركب اتوبيس رحلات وبيكون مشرف الرحلة بيتكلم مع ركاب. وفجأة بيهجم عليه جوني اللي بيكون فاكر نفسه بيضرب واحد في العالم الافتراضي. وبعدها بينزل من الاتوبيس وبالصدفة بيوصل لمقر المخابرات تاني وبيرجع لأوضة خبير التقنية وللعالم الحقيقي مرة تانية. فبيجي بوف وبيسأله إذا كان دخل العالم الافتراضي، فبيقول له جوني إن هو عرف كل حاجة عن بيت جايسون وإن هو جاهز لاقتحام البيت. فبيبص بوف في الشباك وبيتفاجئ إن إشارات المرور واقفة بسبب الكوارث اللي جوني عملها من غير ما يحس. وبعد شوية بيقتحم جوني بيت جايسون وبيشوفه وهو واقف مع واحد من الحراس بتوعه، فبيحاول يبعد عنهم ويستكشف المكان، ولكن فجأة بيلاقي أوليفيا قدامه وبتقوله إن هي عارفة إن هو عميل بريطاني، وبتسأله إمتى عرف إن هي جاسوسة روسية. فبيقول لها إن هو كان عارف ده من البداية، ولكن الحقيقة هو لسه عارف دلوقتي، وطبعا ده بسبب غبائه وقلة استيعابه لكل اللي بيحصل. فبتطلع مسدسها وبتقول له إن هي متكلفة بمهمة من المخابرات الروسية بقتل جايسون لأن هو هاكر وبيخترق كل الأنظمة في العالم، وبتتفق معاه إنهم ينفذوا المهمة دي مع بعض. فبيوافق جوني وبيروحوا مع بعض لأوضة جايسون وبيسمعوه هو بيقول إن هو هيخترق كل الأنظمة اللي في أوروبا وهيسيطر عليها. فبيطلب جوني من أوليفيا إن هي تديله الموبايل بتاعها، وبيصور جايسون وهو بينفذ عملية اختراق في لندن، ولكن كالعادة بسبب غبائه بيدوس على زرار تشغيل الأغاني وبيتم اكتشافهم. فبتضطر أوليفيا إن هي تعمل نفسها قبضت على جوني وبتوديه لجايسون. فبيسأله كان بيتجسس عليه ليه، فبيقول له جوني إن هو عميل سري وإن هو معاه قوة هتهجم عليه دلوقتي. فبيشوف جايسون الكاميرات وبيلاقي القوة اللي جوني بيتكلم عليها دي هو بوف المساعد بتاعه، وبيكون بيجري من الكلاب اللي بتحرس البيت. فبيستهزأ بيه وبيقول له إن هو هيخلص عليه قبل ما يكشف مخططاته. وفجأة بياخد جوني الموبايل من أوليفيا وبيجري بسرعة عشان يهرب من البيت. فبيروح جايسون ورجالته وراه وبيشغل نظام الحماية عشان يقفل بوابة الخروج، ولكن بيهرب جوني في آخر لحظة وبيوقف عربية على الطريق وبيركب بسرعة وبيطلب من صاحبة العربية إن هي تمشي معاه عشان يهرب من جايسون، ولكن لسوء الحظ بيكتشف إن هي عربية لتعليم السواقة وبيكون قدامه البنزين والفرامل بتوع العربية. فبيدوس على البنزين بسرعة وبتتحرك العربية وبيحاول يوجه الست اللي معاه عشان يهرب من جايسون. فبيلحقهم جايسون وبيقطع عليهم الطريق، ولأول مرة بيفكر جوني بذكاء وبيدوس على الفرامل وبيرجع بالعربية بسرعة. فبيع موبايل صاحبة العربية والموبايل اللي صور بيه جايسون، وفي آخر لحظة بيقدر يهرب وبيكون جايسون منفعل لأن خطته هتبوظ وهيتكشف. وبعد شويه بيوصل جوني لمقر المخابرات وبياخد الموبايل من العربيه، وبعدها بيروح لرئيسه الوزراء وبيقول لها ان جايسون هو الهاكر وانه معاه دليل على كده. فبيدي الموبايل لبوف المساعد بتاعه وبيطلب منه يشغل الفيديو اللي هو صوره. وفجاه بيلاقي فيديو للست اللي كانت معاه في العربيه وهي بتحتفل بعيد ميلادها. فبيفهم ان الموبايلات اتبدلت وان هو اخد الموبايل بتاع الست. فبتزعله رئيسه الوزراء وبتقول له ان جايسون مش هاكر وان هو الوحيد اللي هيساعدهم عشان يحموا البيانات بتاعتهم من اي اختراق. وبعدها بتقول له ان هي رجعت الملف بتاعه وعرفت ان هو عميل فاشل واترفد كمان من المخابرات. وبعدها بتطرده وبتقول له ان هي مش عاوزه تشوفه مره تانية. فبيمشي جوني وهو حزين بسبب معاملتها ليه. وبيجي بوف وبيقول له ان جايسون هيعمل مؤتمر في اسكتلندا وهيمضي كل رؤساء دول اوروبا على عقد شراكه من خلاله يقدر يوصل للبيانات بتاعتهم ويسيطر على كل اجهزه التكنولوجيا في اوروبا. فبيقرر جوني ان هو يقبض على جايسون وبيسال بوف هيسافروا اسكتلندا ازاي. فبيقول له ان مراته بتشتغل قائده غواصه في البحريه وان هو هيخليها توصلهم بالغواصه بتاعتها. وبعد شويه بيركبوا الغواصه وبيوصلوا فعلا لاسكتلندا
اسكتلندا، وبتقول مرات بوف ان هي هتستناهم في الغواصه عشان لو احتاجوا اي مساعده. هو بعدها بتواجه كلامها لجوني وبتنبه عليه ان هو ما يستخدمش الموبايل جنب الغواصه عشان ما يحصلش تشويش في اجهزه الارسال. وبعدها بيوصل جوني وبوف للمكان اللي هيحصل فيه المؤتمر، وبيتفقوا انهم هيخطفوا جايسون من الاوضه بتاعته واللي موجوده في برج عالي جدا. فبيسالوا بوف هيطلع البرج ازاي، وبعد التفكير بيلبس جوني بدله فيها تقنيه حديثه بتساعده ان هو يطلع على الحيطه، وبيشغل بوف البدله من خلال جهاز تحكم وبيبدا يطلع. وفي الوقت ده بيكون جايسون في الاوضه بتاعته وبتحط اوليفيا سم في المشروب بتاعه وبتديهوله، فبياخد منها المشروب وبيقول لها ان هو عارف كل حاجه عنها وعارف ان هي بتشتغل جاسوسه روسيه، وحطت له كمان سم في المشروب عشان كده هو اخد تريقه للسم ده. فبتطلع اوليفيا مسدسها عشان تقتله، ولكن بتتفاجئ ان جايسون فضى مسدسها كمان. فبياخد جايسون مسدس مصنوع من البلاستيك وبيقول لها ان هو هيقتلها ويتخلص منها تماما، ولكن فجاه بيظهر جوني من الشباك وبيطلب منه يرمي المسدس، وبيدخلوا الاوضه ولكن لسوء الحظ بتشبك البدله بتاعته في الشباك من غير ما يحس. وبيتكلم مع جايسون بكل تفاخر وبيقول له ان هو قبض عليه بسهوله. فبيتصل ببوف المساعد بتاعه وبيطلب منه يعطل البدله، وبمجرد ما بيعطل بوف البدله بيتسحب جوني ناحيه الشباك وبيقع في الميه. فبتستغل اوليفيا الفرصه وبتضرب جايسون وبتهرب. وبعد شويه بيخرج جوني من الميه وبيفكر في طريقه عشان يدخل المؤتمر ويلحق جايسون قبل ما يمضي عقد الشراكه مع دول اوروبا. فبيتنكر وبيروح مع فرقه العزف عشان يدخل القصر، وبيدخل فعلا من الباب الخلفي، وللاسف بيشوفوا الحراس وبيجروا وراه عشان يمسكوه. فبيدوروا عليه في كل مكان وبيكون مستخبي في بدله حديديه وبيقع على الارض. في الوقت ده بيبدأ المؤتمر مع كل دول أوروبا عشان يدوروا على حل يساعدهم في إنهم يحموا بيانات وأسرار دولتهم من اختراق الهاكر. فبيبدأ جايسون يتكلم مع رؤساء الدول دول وبيقول لهم إنه ممكن يحميهم من اختراق البيانات بتاعتهم بشرط إنهم يمضوا على العقد ده، ويقدر يتحكم في كل التكنولوجيا والتقنيات بتاعتهم. وفجأة بيجي جوني وبيقاطع كلامه وبيقول له إن هو هيقبض عليه ويكشف خطته الشريرة، ولكن كالعادة بتبوظ كل مخططات جوني بسبب غبائه. فبيتزحلق من على سلم لحد ما بيقع على الأرض وبيخرج من الأوضة، وبيكون كل الرؤساء مستغربين اللي بيحصل. فبيكمل جايسون كلامه وبيتغير اسلوبه في الحوار وبيعترف للرؤساء بانه هو الهاكر، وبيقول لهم لو ما مضوش على العقد ده بانه هيتحكم في كل البيانات بتاعتهم وهيخترق كل انظمه التكنولوجيا في اوروبا ويفصل عنهم الكهرباء والانترنت ويرجعهم للعصور القديمه. في الوقت ده بتكون اوليفيا رايحه لجوني عشان تساعده وبتديله موبايلها وبتقول له يطلب الدعم. وفي الوقت ده جايسون بيكون بينفذ خطته وبيقطع الكهرباء فعلا عن كل دول اوروبا، وبيقول للرؤساء انهم لو عاوزين يوقفوا الاختراق ده لازم يمضوا على العقد ويصرحوا له بالدخول لكل بياناتهم السريه. في الوقت ده بيكلم جوني خدمة العملاء بتاعة المخابرات وبيكتب الكود اللي يخليه يكلم مكتب المخابرات، ولكن بالصدفة بيطلع الكود ده هو نفس كود تشغيل إطلاق الصواريخ في الغواصة بتاعة مرات بوف المساعد بتاعه. والسبب في ده هو إنه استخدم الموبايل جنب الغواصة على الرغم من إن مرات بوف حذرته ما يستخدموش. وبعد شوية بترد سكرتيرة مدير المخابرات وبيطلب منها جوني إن هي تدي التليفون لكوبر مدير المخابرات بأسرع وقت. وفي نفس الوقت بيجي للسكرتيرة تليفون تاني من مرات بوف وبتطلب تأكيد إطلاق الصواريخ لأن جوني طلب الكود بتاع الإطلاق. فبترتبك السكرتيرة وبتسيب السماعتين جنب بعض وبتمشي بسرعة عشان تنادي على كوبر مدير المخابرات. فبيفتكر جوني ان كوبر بيكلمه وبيقول في التليفون ان هو بيتعرض لهجوم ومحتاج دعم بسرعة، وطبعا لان السماعتين جنب بعض بتسمع قائدة الغواصة ان فيه هجوم. فبتضرب الصاروخ ناحية القصر اللي في المؤتمر، ولكن بالصدفة الصاروخ بيتغير مساره وبيتجه لسفينة جايسون وبيدمرها. والسبب في ده هو ان جوني كان حاطط جهاز تحديد موقع لما اقتحم السفينة بتاعته اول مرة، وفجأة بيقع في الاختراق بتاع جايسون لكل دول اوروبا، وطبعا ده لان السفينة بتاعته اتدمرت. وبكده بينجح جوني بالحظ في ان هو يوقف خطة جايسون في السيطرة على كل دول اوروبا. فبيروح بوف لجوني وبيكون منبهر بيه عشان استخدم الموبايل جنب الغواصة وخلى الصاروخ يدمر السفينة، وطبعا كل ده جاي معاه بالحظ. وبعدها بتيجي اوليفيا وبتقوله ان جايسون بيحاول يهرب. في الوقت ده بيوصل جايسون للطيارة بتاعته فبيجي جوني وبوف عشان يمنعوه، وبيبدأ جايسون يضرب النار عليهم، ولكن جوني لابس بدلة معدنية فما بيحصلوش حاجة. ولما المسدس بتاعه بيفضى بيقرر جايسون يركب الطيارة ويهرب. فبتيجي اوليفيا ومعاها تابلت وبتقول ان هي هتخترق نظام تشغيل الطيارة وهتوقفها، ولكن جوني بياخد منها التابلت وبيحدفه على جايسون فبيفقد الوعي. وبعد شوية بيتم القبض على جايسون وبيتكرم جوني قدام كل وسائل الاعلام لان هو قدر يقبض على